بدأ ينزعج من غياب كاترين المستمر وإنها بتاخد تلت ساعة كل يوم استراحة، ولما جت قال لها مفيش استراحة وقت الشغل، وانفعلت كاترين وقالت إنها كل يوم بتروح حمام مخصص للزنوج، وإن هنا مفيش حمام للسود، وإنها بتشتغل بالليل وبالنهار بإخلاص، وفي الآخر بيتقرفوا منها عشان بتستخدم ماكينة قهوة المخصصة ليهم. هارسون تعاطف معاها جدا ومش مصدق اللي بيحصل، وراح لماكينة القهوة وشال كلمة الملونين، وراح للوحة الحمام المكتوب عليها للملونين مفيش حاجة اسمها خاص ليكم، كل واحدة تستخدم أي حمام بس بشرط يكون أقرب لمكتبها. اللي عمله كانت أول خطوة ليهم في المساواة، وإنهم مش أقل من أي حد. وهنا كاترين بتتقدم جدا في شغلها بعد ما بقت بتحضر اجتماعات معاهم اللي كان ممنوع عليها تحضرها، ولما دخلت كان الكل بيبص عليها، لكن بعد ثواني أثبتت عبقريتها. وهنا دورتي طلبوا منها تمسك عمليات الإقلاع بعد ما رئيس المهندسين اتأكد من عبقريتها، لكن هي أصرت يكون معها فريقها، وأول مرة بيدخل فريق من أصل أفريقي بالحجم ده